الدين لا يتعدى الاعتقاد والعبادات. هذا هو مبدأ العلمنة الذي يريدون أن يفرضوه علينا، ولا زلنا نجني ثماره المرة إلى يومنا هذا. أيها الأحبة في الله، يحسن أن أقرأ عليكم على وجه الإيجاز والاختصار، لأن عقارب الساعة تطاردني، نقولا لبعض علماء تونس الأفذاذ الكبار الذين صدعوا بالحق وكانوا لا يخافون في الله لومة لائم، حتى لا يحسب علي مرة أخرى أنني أنظر لمذهب وهابي أو أنني آتي بدين من السعودية أو من بلاد أخرى. هذه أقوال لعلماء تونس الكبار يقررون أن هذا الدين عقيدة وشريعة، وأنه لا انفصال لواحد منهما عن الآخر. النقل الأول للشيخ العلامة الصادق الغرياني المالكي صاحب كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته، يقول رحمه الله: المسلم لا يكون مسلما إلا إذا اعتقد أن شرع الله هو الذي له الحكم في الأرض. وأي شخص يعتقد أن الحكم بالقانون الوضعي الذي وضعه البشر هو الأحسن، وأنه مربوط بالتقدم والحكم بالإسلام مربوط بالتخلف، فهو خارج عن الملة، لا خلاف على هذا بين العلماء. المسألة مسألة عقيدة، المسألة مسألة عقيدة. ترى الرجل اليوم يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويقول لا للشريعة، لا للشريعة، أنا مسلم بس أنا لا أوافق، أنا غير مقتنع. لا إله إلا الله. أين الإسلام؟ الإسلام ليس كلمة يرددها اللسان، الإسلام يتعدى العبادات، الإسلام دين ودولة. فكيف يقول مسلم ذلك وقد قال ربنا ومولانا: فلا وربك، الله يقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الشيخ محمد العزيز جعيط رحمه الله، وهو من أعلام الزيتون المتوفي سنة 1970 للميلاد، ذكر خطابا أمام الملك محمد الأمين، لأن تونس كانت مملكة كما هو معروف، أمام محمد الأمين الملك الأول يوم عيد الأضحى المبارك، أنكر فيه على من تحدثه نفسه إمكان قيام دستور لائكي في تونس. ومما جاء في قول الشيخ محمد العزيز جعيط رحمه الله أن قال: إننا أمة تفخر بدينها وتعتز بانتسابها إليه وتعتقد أن سعادتها رهينة التمسك بتعاليمه ومبادئه، فإنا نعلن عن إنكارنا ومقاومتنا لإقحام اللائكية فيما عسى أن يحدث من نظم لهذا البلد الذي خلقنا من تربته وطبعنا على محبته وأخلصنا لله في خدمته. ونسجل أمام هذا الجمع الرهيب أن إهمال التنصيص في دستوره على أن حكومته إسلامية تدين بالإسلام، بل التسجيل بأنها لائكية النظام باعث قوي على التفرق والانقسام وقطع حبل الوئام، ومثير لفتنة مشتعلة شديدة الاضطرام لا يعلم غايتها إلا الملك العلام، زيادة عن كونه سبه يسم هذا البلد بطابع معرة لا يمحوها كر الليالي والأيام. وهل من شكر نعمة الاستقلال تنكرنا لديننا الذي هو مقوم ذاتنا وحافظ حياتنا؟ فليحذر المسؤولون من مغبة الاندفاع في تيار التقليد، ولنذكر جميعا أنه يهون على المسلم أن تصاب نفسه ويسلم له دينه المجيد. هكذا علماء الملة، هكذا علماء الدين، هكذا العلماء العاملون والدعاة المخلصون يصدعون بالحق. أيها الأحبة في الله، هذه نقول أئمتكم وأجدادكم والذين بنوا حضارتكم ورفعوا رؤوسكم لتعانق كواكب الجوزاء على مر التاريخ، لو أننا عدنا إلى هذه الدواوين وإلى هذه الأقوال. ويقول أيضا الشيخ محمد البشير النيفر رحمه الله، وهو أحد أعلام الزيتونة:
وممن تصدى بقوة. ولاحظ كلمة الشيخ محمد العزيز جعيط، قال ليس من شكر نعمة الله على الاستقلال أن نحكم غير شريعة الله. وأنا أقول يا شيخ يرحمك الله، ليس من شكر الله تعالى على انتصار ثورتنا ثورة الحرية والكرامة، ليس من شكر الله على هذه الثورة وإزالة الطاغية أننا نحكم بغير شرع الله عز وجل، لأن الله يقول وإن عدتم عدنا، وعند الله من أمثال بن علي كثير وكثير. لما سمع الحسن البصري رجلا يدعو على الحجاج بن يوسف قال ما سلط الحجاج علينا إلا بذنوبنا، وإن عند الله حجاجين كثيرين. الله عنده ضروب وصنوف، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من أعظم أوجه تحقيق شكر الله عز وجل على نعمة الثورة والحرية والكرامة أن نتصالح مع ديننا، وأن نعود